صل على النبي كده، عاوزك تكون صاحي معايا، لان اللي هتسمعه دلوقتي مش قصة عادية خالص. الكلام ده بيحصل في كل حتة في مصر، بس الناس مش بتتكلم عنه، مش علشان مش بيصدقوه، لا ده علشان بيخافوا منه. في وقت معين من السنة الليل بيبقى تقيل والهواء بيقف والقرى الصغيرة بتبدأ تتغير، كأن الأرض نفسها بتتنفس حاجة مش طبيعية. الناس بتتجمع، والشيوخ والرجالة والستات، وكلهم رايحين مكان واحد، مكان محدش بيحب يقرب منه. المقابر يا صديقي. وبيروحوا مش علشان دفن ولا عزا، ده علشان يطهروا المقابر من حاجة مرعبة جدا، الأعمال السفلية اللي مدفونة جوه التراب، اللي بتكون جوه المقابر. هتقولي دي حاجة عادية بتحصل بنشوفها، بس اللي مش عادي يا صديقي اللي حصل في كفر صقر سنة 2019. اليوم ده ما كانش زي أي يوم تطهير عادي، الموضوع خرج عن السيطرة. والحكاية بتاعت النهاردة يا صديقي هتخليك تراجع نفسك قبل ما تفكر تمشي جنب المقابر بالليل تاني. القصة بدأت بسبب شاب بسيط جدا اسمه محمد رشيد، كان بيزور قبر أبوه كل يوم، لكن اللي شافه في الليلة دي فتح عليه أبواب ما بتتقفلش تاني، باب بين الدنيا وبين العالم اللي تحت الأرض. استعد علشان اللي جاي مش للقلوب الضعيفة. ما تسمعش الفيديو تجري. اتمنى تسيب اثر جميل زيك، لايك وكومنت كده حلوين زيك. ولو جديد واول مرة تشوفني يا ريت تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وطبعا تفعل زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، علشان طبعا يجيلك اشعار باي قصة جديدة انزلها. صل على الحبيب قلبك يطيب. يلا بينا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.